بعد 3 جوازات لاحمد فهمي، كل جوازه احسن فيها من التانيه، ويعني ما يكملش الجواز. دلوقتي النهارده هنعرف ايه هو السبب او ايه هي المشكله تحديدا في جوازات الفنان احمد فهمي. إيه طبعا اللي مشهور بالممثل احمد فهمي، لان في مطرب اسمه احمد فهمي في وامه، كل الناس عارفه القصه دي. اول جوازه ليه كانت شهد رمزي. اول جوازه كانت 2015، اتجوز فيها شهد رمزي اللي هي بنت المنتج محمد حسن رمزي، وطبعا اخت شريف رمزي، واللي انفصل فيها بعدها. وبعدين اتجوز جوازه يعني عملت جدل كبير على السوشيال ميديا من منى حسين فهمي. اتجوزها بعد انفصال الفنان شريف رمزي اللي هو كان اخو مراته، فاهم؟ كان جوازه برضو، يعني ناس قالوا يعني دول كانوا متجوزين، فاتجوز مرات اخت مراته، فالناس قالوا ده اتجوز مرات اخو مراته. شايف في صعب او الجمله دي كويسه قوي انا عرفت اقولها. وطبعا انفصلوا برضو بعد ما جواز يعني ما استمرش كتير خالص، وبرضو في الجوازتين دول ما كانش فيه اولاد نهائيا. يقال بقى في التسريبات كده اللي بتتقال ان احمد فهمي اصلا مش مقتنع بفكره انه يخلف اولاد. وعلى فكره في ناس كتير بتفكر التفكير ده، اللي هو ليه هخلف دلوقتي وهشيل مسؤوليه، انا مش قد ان انا اشيل مسؤوليه. وعلى فكره الحته دي هتبان اكتر في كلام احمد السقا عن احمد فهمي. هتبان ازاي؟ هقول لك دلوقتي. احمد فهمي بعد الجوازه دي اتجوز من اخر جوازه ليه وهي هنا الزاهد في سبتمبر 2019، واعلنوا انفصالهم في نوفمبر 2023. يمكن الجوازه دي اكتر جوازه استمرت لاحمد فهمي، وتقريبا استمرت 4 سنين كامله، وبرضه ما كانش فيه اولاد. هتلاقي بقى ايه المشكله فين هنا؟ هنعرف بقى دلوقتي. احمد السقا في كلامه عن احمد فهمي قال ان هو شخص غير منظم تماما، ويعني عشوائي شويه، وطبعا بياخد ادويه كتير نفسيه، مش ادويه نفسيه يعني ادويه بتاعت اكتئاب ونوم و الى اخره. وقال ان هو يعني لقى كميه ادويه لدرجه ان هو كان عايز يوديه لدكتور اصلا عشان ينظم له حياته كلها. بيسهر طول الليل يلعب كوتشينه ويسهر وكده، ويعني ينام طول النهار، فكانت حياته بايظه خالص. فالشكل العام كده بتاع حياه احمد فهمي يمكن ما تبقاش متناسبه مع ستات كتير جدا. المشكله الاكبر بقى ان احمد السقا حاول يخطب له، فقال جيت هخطب له، فاكتشف ان هو تقريبا خطب ستات كتير جدا جدا، ويقول لا ده انا خطبتها وما نكملناش والكلام ده. فهي دي القصه كلها. ويمكن كمان موضوع الانجاب ده طبعا اللي مفيش اي واحده هتقبل بيه، خاصه لو ما كانش يعني متجوزه قبل كده زي منى حسين فهمي، او قصدي يعني اقصد هنا الزاهد. منى حسين فهمي كانت متجوزه طبعا شريف رمزي، ويعني صعب جدا ان حد يقبل او واحده تقبل انها ما يبقاش عندها اولاد، لمجرد ان الزوج مش مقتنع بحاجه زي كده، مش مقتنع انه يخلف. وده على فكره مش حاجه عيب، هو حر ان هو يقتنع بفكره الاولاد. ويا ريت اي حد شايف انه مش قد مسؤوليه انجاب اطفال يبقى صريح مع نفسه ويقول لا انا مش عايز اجيب اطفال، بس يبقى صريح من الاول. يعني اعتقد هو قايل لهم الموضوع ده من الاول، ما فاجئهمش بيه بعد الجواز يعني. فبالتالي هنا تقول ان في اكتر من مشكله، فكره انه مش منظم في حياته، وفكره كمان انه هو مش مقتنع قوي بانجاب الاولاد على حسب الكلام اللي بيتقال عنه. والكلام اللي بيتقال عنه ده اتقال عنه كتير في اكتر من جوازه. وفكره برضو ان هو غير منظم ده احمد السقا قالها في حضور احمد فهمي، واحمد فهمي ما اعترضش خالص على الموضوع ده.